أهلا، أنا سرة. في مقطع اليوم راح أكلمكم عن تجربتي في اختبار التحصيلي وكيف جت فوق 90 ما شاء الله تبارك الله، ومن أول محاولة بس. يلا خلونا نبدأ. أول شي راح أقسم لكم المقطع على عدة أجزاء. الجزء الأول راح أوريكم فيه جولة في الكتاب حقي عشان تاخذوا نبذة عنه، وراح أعرفكم باختبار التحصيلي في حال إنه في ناس ما يعرفوا شو الاختبار. وبرضو يجي مع الكتاب ملحق التجميعات، هذا هو نفس الأسئلة اللي جات في الكتاب، ولكن الأسئلة هنا بدون شروحات، لكن هنا في هوامش وفي له تفصيل وشروحات لكل شيء، وطبعا معاها الأجوبة حقتها. وبوريكم الدفاتر حقتي في الثانوي وبرضو في التحصيلي عشان تشوفوا الجد والاجتهاد اللي كنت أمارسه وقتها. فيلا بسم الله. اختبار التحصيلي هو اختبار يقيس تحصيل الطالب الدراسي بفترة الثانوية العامة. بما أن الطالب يتخرج من المتوسط، فهو عندنا في السعودية يا يدخل علمي يا أدبي. طبعا هذا في نظام قبل المقررات، يعني أنا كنت آخر دفعة مقررات، فكذا كان النظام عندنا. اختبار التحصيل إيش فايدته؟ فايدته إنه يقيس تحصيل الطالب الدراسي اللي حصله في مرحلة الثانوية العامة، عشان إذا دخل الجامعة يشوفوا هل هو استفاد من الثانوية أو لا. فيجيب في التحصيل معدل، ويجيب في القدرات معدل، وياخذوا كمان نسبة الموزونة حقت الثانوي، ويحسبوها مع بعض لما يطلعوا النسبة الموزونة الكاملة، وبعدين على أساسها هذا المعدل يدخل تخصصاته الجامعية. فإذا أنت كنت أدبي في نظامنا حق المقررات، كنت راح تدخل، طبعا أنا علمي، شوفوا علمي بنين وبنات، لكن الأدبي ياخذوا مواد مختلفة، كفايات لغوية وعلوم شريعة، توحيد وفقه وتفسير وإلى آخره، وأيضا تاريخ وجغرافيا أعتقد. لكن إحنا عندنا 4 مواد في العلمي. إيش هي ال4 مواد؟ الرياضيات والفيزياء الكيمياء والأحياء. فهذول المواد ال4 اللي بطلاب العلمي بنين وبنات يختبرون فيها في التحصيلي. القسم الأول هو قسم الفيزياء. طبعا عندنا هنا الأسئلة، ويبدأ عندنا بتعريف علم الفيزياء، وبعدين هذه كلها هوامش وشروحات تلخص عليكم كل شيء درستوه. يصير الطالب يذاكر من كتاب ناصر عبد الكريم أو من أي كتاب ثاني. طبعا ناصر من أحسن الكتب اللي الكل يمدح فيها، عشان كذا أنا بقدم لكم هو، لأني أنا ذاكرت منه. وطبعا كتاب ناصر المعروف لا يعرف يعني. وهنا شايفين كيف كنت أكتب كل شيء. كنت أنا أذاكر الفيزياء مع أستاذة فرح إبراهيم، موجودة قناتها على اليوتيوب، وكان شرحها ما شاء الله، يعني شرح يعجز اللسان إنه يوصف مهارتها فيه، شرح لا يعلى عليه. وطبعا هذا هو قسم الفيزياء زي ما انتم شايفين. وكنت أنا أحل هنا بالمرسام، وهذا أفهمه كويس وأراجعه وأحفظه. والقوانين طبعا كل هذه تنحفظ، وأستاذة فرح كانت تسوي لنا كذا، يعني تسوي لنا القوانين، تحفظنا إياها بكلمات. مثلا هنا إيش هذا؟ زفت نص عاد تربيع، ما أعرف إيش وش، يعني أشياء خرافية مرة، بس إنه بالأخير تفهموها. ووقت اختبار طبعا يعني طريقتها جدا فساعدتني وقت الاختبار. حتى أنا ترى كنت أحفظ القوانين بهذه الطريقة، بس أستاذة فرح كانت متميزة بطريقتها، وكانت مسوية لكل قوانين الفيزياء مسوية لها اختصارات. وطبعا زي ما انتم شايفين هذا هو الاجتهاد من جد وجد. هنا أتذكر إني كنت مرة متوترة وأنا أستخدم الأقلام عشان كنت أبغى كتابي يظل نظيف. يا الضحك. فزي ما انتم شايفين كنت أحاول قدر الإمكان إني ما أكتب بالقلم إلا الشيء اللي أنا متأكدة منه، وما أحدد بالقلم إلا الأشياء اللي يبغى لها شرح زي هذه، لأني ما كنت أبغى الكتاب يتوسخ، وكنت أبغى يعني بعد ما أخلص أوديه لأي شخص يحتاجه. وفي فعائلتنا يعني ناس بعمري يعني، وإن شاء الله بعد ما أخلص من ذا المقطع راح أودي لهم الكتاب عشان يستفيدون منه. وزي ما انتم شايفين هذا هو قسم الفيزياء. ثاني قسم عندنا هو قسم الرياضيات. برضو أستاذة فرح ما شاء الله عليها شرحته، رغم إنه أنا حسبت إنه هي بس في الفيزياء، بس اتضح إنها هي شارحة
حتى الرياضيات ما شاء الله عليها والكيمياء. تقدروا أنتوا إذا كتبتوا تحصيلي يطلع لكم أساتذة كثير يشرحوا بشكل جدا كويس. من أكثر الأساتذة اللي حبيت شرحهم في مادة الرياضيات الأستاذ عبد الوهاب العوهلي، الله يجزاه كل خير. صراحة هو أكثر شخص، هو فرح إبراهيم، ساعدوني يعني في فهم الرياضيات، وهي صراحة كانت سهلة نوعا ما. يعني الرياضيات كان من الأقسام جدا جميلة وما فيها ذيك القوانين الصعبة صراحة، بس يمكن بعدين لما دخلنا على الدوال وكذا والقيم الجذرية وذي الأشياء، وبرضو في المثلثات والمعادلات المثلثية. ولكن بصفة عامة الرياضيات كان من أحلى الأقسام اللي عدت عليها، وبرضو كل شيء كان سهل. كل شيء يا جماعة يكون سهل إذا أنتوا اجتهدتوا فيه وحاولتوا إنكم تسهلوا على أنفسكم. وهنا طبعا أستاذ ناصر مسوي لنا هنا نصائح أثناء الاختبار، كانت مرة جميلة الأستاذ ناصر عبد الكريم. وبرضو كان أتوقع بالبداية هنا في نصائح الاستعداد للاختبار. هذا الكتاب احتمال تقدروا تخلصوه في 2 أو أقل، حتى 1.5 يمكن يكفيكم إذا اجتهدتوا بجد. القسم الثالث عندنا قسم الكيمياء، وعاد هذا من أكثر الأقسام اللي كنت أنا مرة أحبه، وصورت عنه بالتيك توك وجاب مشاهدات مرة عالية. فقسم الكيمياء تحتاجوا أنكم تحفظوا المعادلات وتفهموا كويس الأشياء النظرية اللي فيه، وتحفظوا المركبات الكيميائية والصيغ الكيميائية، والتوزيع الإلكتروني من أكثر الأشياء المهمة واللي واجهت كثير من الطلاب بصعوبتها، بس هي بصراحة ما كانت صعبة إذا أنتوا كنتوا فاهمينها كويس. قسم الكيمياء ذاكرته مع الأستاذ جهاد، منصة جهاد على اليوتيوب، وكان شرحه جدا وافي وكافي، الله يجزاه كل خير. القسم اللي بعده هو قسم الأحياء. قسم الأحياء من أكثر الأقسام اللي تحتاج تركيز في هذا الكتاب، لأنه فيه له أشياء نظرية صعب إننا نحصرها، وأنا بصراحة كنت ما أراجع الأشياء إلا بهذه الطريقة، بطريقة الجداول الخرائط الذهنية. شوفوا هنا مسوية للهيدروكربونات، كنت هذا صراحة سويته للثانوي وكمان للتحصيلي. هذا في الكيمياء، فصل كامل في الكيمياء لخصته بهذا الشكل. وهنا عندنا أوراق عمل. الأحياء وعلم البيئة. طبعا قسم الأحياء يا جماعة كنت أنا ناوية قبل اختباري إني ألخصه، بس ما أمداني ألخصه لأني كنت أبغى ألخصه وأنشر تلخيصي عشان الناس تستفيد في حسابي في التيك توك. تابعوني هنا إذا ما كنتوا ضايفيني، ولكن للأسف ما أمداني أخلصه قبل اختباري. وهذا القسم بالكامل خلصته في قرابة 1.5 أسبوع. كنت أحاول أحافظ على نظافة الكتاب قد ما أقدر. والحين بعد ما عرفتكم بالكتاب والاختبار وكل شيء، راح أتكلم لكم عن تجربتي الشخصية. أنا شخصيا زي ما قلت لكم قبل شوي ذاكرت في قرابة 2 إلا، وكانت المدة صراحة ضيقة شوي، يعني أنا كان عندي وقت كفاية قبلها بس أنا ما استغلته كويس. ومن أكبر أخطاء اللي سويتها أني ما رتبت أولوياتي، فصارت الأمور عندي مرة ملخبطة وماني عارفة أذاكر للثانوي ولا للتحصيلي، وانزنقت بالوقت، وصارت لي شوية ظروف وأشياء خلتني أتأخر أكثر بالمذاكرة، ولا أنا في الحقيقة كان عندي وقت أطول من اللي أنا أخذته فعليا في المذاكرة، بس الله يهديني وقتها ما استغلته كويس. فمدة مذاكرتي مثل ما ذكرتها لكم هي ما راح تفرق كثير من شخص للثاني، لأن لكل شخص يعني مدته اللي يستوعب فيها مدته الاستيعابية للمواد وللمادة ولكمية المعلومات، فهي تفرق من شخص للثاني، فلا تعتمدوا كثير عليها. بس أقل شيء قبل الاختبار ب3 شهور لازم تكونوا بادين، وتحاولوا قد ما تقدروا إنكم تستعجلوا وما تأخذوا وقت طويل مثل ما أنا أخذت. أنا من الأشياء اللي غلطت فيها إني كنت مرات بصراحة أقعد على الصفحة والصفحتين
ساعة ونص كذا عشاني أجلس أسرح كثير، وعشاني أتوهق في أسئلة وبعدين ما أرجع لها، ما أخرها وأرجع لها بعدين، لا، كنت أخذ الموضوع عناد، أنا والسؤال، يا أنا يا هو، إذا ما حليته ما أقلب الصفحة لين أحله. فهذا كان أكبر خطأ من أخطائي، ويطلع بالنهاية أول ما أصوره بالباركود يطلع حله جدا تافه، أو أفتح في النت أحد يشرح لي هو وألاقي إنه أو ماي جاد المسألة كانت مرة بسيطة وأنا معقدتها على الفاضي. ثاني شيء طريقة مذاكرتي. أنا ذاكرت صراحة زي ما قلت لكم في ثاني ترم، بنهاية الترم الثاني وبداية الترم الثالث، وكان بصراحة يعني الوضع وقتها جدا متأزم بالنسبة لي. أنا ما أتذكر هو إحنا وقتها كنا ترمين ولا 3 أترام، بس أتوقع إني بديت قبل رمضان بشوي. لكن عموما يعني في رمضان أنا متذكرة أني كنت أذاكر لقسم الرياضيات، وقبل رمضان بأيام كنت مخلصة قسم الفيزياء، ومرة طولت في قسم الفيزياء لأني أخذت زي ما قلت لكم أكثر من حاجتي من الوقت. فطريقة مذاكرتي كنت أمشي على الصفحات وأحاول أحل كل سؤال. أول شيء كنت أقرأ جميع الهوامش أفهمها كويس، بعدين أنتقل للأسئلة، والسؤال اللي ما أعرف كنت أشر عليه وأحدده وبعدين أرجع له فيما بعد. ومرات لما أواجه صعوبة ومسائل ويعني أجزاء من دروس أنا أبدا ماني فاكرة إيش أخذتها وكيف أخذتها في الثانوي وإيش درست فيها، ومن الهوامش ما أقدر أنتفع أو ألاقي الهوامش ما هي كافية لي، كنت ذيك الساعة أفتح اليوتيوب وأدور على أستاذ يشرح لي المادة هذه، يشرح لي الجزئية هذه. يعني ما كنت على طول أتجه للشرح، بالذات شرح أستاذة فرح كان ياخذ ساعات مني، كان ياخذ مني ساعات. وصديقاتي حتى لاموني بعد ما أنا كنت أنزل دائما بالستوري إنه أنا جالسة أذاكر وزي كذا مع فرح، وكان اختباري قريب وأنا لسه ماني مخلصة. فصديقاتي قالوا لي إنه ليش أصلا تاخذي مع أستاذة فرح شرحها يطول، خلاص افتحي الباركود وانتهينا. بس أنا زي ما قلت لكم كنت أعقد المسائل وهي جدا بسيطة. ثاني شيء الصعوبات اللي واجهتني. بصراحة زي ما قلت لكم ضيقت على نفسي الوقت وما رتبت أولوياتي، وما قدرت أوفق بين حاجتين اللي هي الفاينلز، الاختبارات اللي عندي بالمدرسة، والاختبار اللي هو التحصيل. ولكن الحمد لله رغم كل الظروف النفسية والمزاجية والدراسية اللي كنت أعاني منها وقتها، لكن ربي بالنهاية وفقني لأني حاولت أبذل جهدي بقدر المستطاع، وكنت أدعي ربي دايم. يا جماعة الدعاء أهم شيء نصرتكم بربي ما تنقطع. فأنا كنت دايما أدعي ربي إنه يوفقني، ورغم إني كنت حاسة نفسي حجيب نسبة أقل من 90، لأني كنت يعني بالنسبة لذيك الظروف كنت باليالله أقدر أذاكر، رغم إنه صح كنت دائما تشوفوني بالتيك توك وبحسابي الانستا أذاكر وأصور لكم، بس أنا بالحقيقة كنت أعاني جدا عشان أذاكر زي الناس، وما كنت قادرة حتى يعني أذاكر زي الناس، بس كنت رغم كل شيء جالسة أحاول. هذا اللي يقول لكم إنه الله عز وجل يحاسبنا على السعي لا على النتيجة. فربي الحمد لله كافأني بدرجة أنا ما كنت يعني متوقعتها، لكنها كانت مطابقة لسعي. ووقتها طبعا ما أحكي لكم أنا قبل الاختبار جلست أحس إنه خلاص هذا اليوم يوم راحتي، خلاص اليوم يعني قبل الاختبار بساعات، حتى أنا أتذكر فتحت ون بيس قبل ما أروح للاختبار بكم ساعة وخلاص قفلت الكتاب، مع إنه كان في أشياء كثيرة أبغى أراجعها وما قدرت أراجعها، وجلست أتابع. وقبل الاختبار جيت بدري وكنت جالسة متوترة مرة، ولكن مع التوتر كنت فرحانة مرة وجالسة أضحك. سبحان الله، دائما ربي ما يخيب سعي الساعين ولا يعني جهد المجاهدين ولا كد المكدين صح ولا هي كلمة من كيسي؟ أنا بصراحة كل اللي أبغاكم يعني أبغى أوصل لكم إياه من هذه التجربة إنه ثقوا بربي وحاولوا تاخذوا بالأسباب قد ما تقدروا، وبعدين توكلوا على الله وكأن الأسباب هذه ولا شيء. خذوا بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم اتركوها ودعوها وتوكلوا على الله وكأنها ليست بشيء، لأنه بالأخير الله عز وجل هو اللي يوفقنا، مو مذاكرتنا ولا سعينا ولا شيء. سعينا إنما هو السبب عشان نرضي ربي
عشان نكون إحنا قدام ربي إحنا اجتهدنا وبذلنا اللي علينا، لكن بالنهاية وبالبداية وقبل كل شيء وبعد كل شيء ربي هو المسبب سبحانه. فسووا لكم جدول وخطة واضحة المعالم تتبعونها وواقعية تمشون عليها بدون ضغط. وشيء أخير برضو حابة أضيفه إنه خذوها بسهالة ولا تضغطوا على نفسكم زيي، لأني أنا كنت واصلة هذيك المرحلة من الضغوطات بسبب ضغطي على نفسي أنا في البداية. يعني أنا نفسي ما كنت أصلا مرتاحة لا بدراستي بالثانوي ولا بدراستي التحصيلي، كنت أضغط على نفسي عشان أوفق بين الاثنين، وكنت أحاول أنزل مقاطع وتيك توك ويوتيوب ومدري إيش، وبعدها تركت كل شيء. أنا عارفة إني يعني حابة إني أقول لكم إنه أنا جدا فخورة بحسابي اللي في التيك توك، إني أنا بذيك الفترة من حياتي اجتهدت وضغطت على نفسي عشان أفيد غيري، وهذا تصرف جميل مني. بس أنا ضغط على نفسي لدرجة إنه أنا نفسي ما كنت مرتاحة بذيك الفترة. كل ما تجي سيرة التحصيلي أتذكر إني أنا قد إيش تعبت فيها. فما أبغى أبدا إنه هذا الشيء يتكرر لأي أحد فيكم. فرجاء إذا كنتم مضغوطين اتركوا المذاكرة شوي، إذا كنتوا تعبانين اتركوا المذاكرة شوي. ما في شيء بيطير وما في رزق بيطير. وبالأخير الإنسان يعني اللي هو دائما يعني يحاول يجتهد أكيد يعني فترة الراحة حقته برضو يعني تستحق منه القليل من الاهتمام، أو بالأحرى الكثير من الاهتمام. يعني مثل ما أنا أتعب كثير أنا أحتاج إن أنا أرتاح برضو كثير. فحاولوا تسددوا وتقاربوا ودائما تستعينوا بالله، لأنه بصراحة إحنا بشر ضعاف. وهذا بس يعني اللي كنت حابة أقوله. وأهم شيء لا تنسوا الدعاء. صدقوني مهما كانت درجاتكم نازلة الدعاء قادر إنه يرفعها، والدعاء قادر إنه يغير الأقدار. وبس حابة أقول لكم إني أنا بس كنت الفترة الماضية غايبة عشان هذا السبب، إني أنا كنت جدا مضغوطة نفسيا وذهنيا وحياتيا وشخصيا ودراسيا وكل شيء، وما فضيت لذا المقطع إلا الآن بعد أول سنة لي في الجامعة. وبرضو يعني اختباراتي أجلتها لأني آخر شهر غبت عن الجامعة بسبب إني تعبت ومرضت وما قدرت أداوم لها. فبرضو بالإجازة هذه ما راح أفضل اليوتيوب، لأنه بأجلس أذاكر إلى ما يعني إذا تابعتوني على منصات التواصل الثانية راح تعرفوا أكثر عن الأشياء اللي قاعدة أمر فيها حاليا، بس بدون ما نسوي دراما. أحتاج بس إني أرتاح فترة، وإن شاء الله العظيم إني راجعت لكم برجعة راح تشكروني عليها فيما بعد، وراح تكون رجعة جدا خرافية، وراح أنزل أشياء ما حصلت ولا استوت بإذن الله. وختاما فالكم التوفيق يا رب في اختباراتكم، وأنا دائما أذكركم بالخير وأتمنى لكم كل خير، ودائما أضمكم في دعواتي، فأنتوا برضو تضموني في دعواتكم وادعوا لي واذكروني بكل خير. وبس والله فالكم التوفيق يا أغلى متابعين، وبس يلا مع السلامة. see you.